بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاص التعليمية. أبنائي طلاب الصف الثاني الإعدادي، مرحبا بكم في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية. موضوع درسنا النهاردة عن الدرس الثالث: المناخ والنبات الطبيعي في وطننا العربي. في درسنا النهارده يا أولاد هنتعرف على العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي، كمان هنتعرف على الأقاليم المناخية في الوطن العربي. أولا، العوامل المؤثرة في مناخ الوطن العربي. الموقع بالنسبة لدوائر العرض. الموقع بالنسبة لدوائر العرض يا أولاد بيؤثر في المناخ، وكلما اقتربنا من دائرة الاستواء هترتفع درجة الحرارة، كلما ابتعدنا عن دائرة الاستواء هتنخفض درجة الحرارة. القرب أو البعد عن المسطحات المائية. المناطق الساحلية اللي هي المناطق المحيطة بالمسطحات المائية كالمحيطات والبحار تتميز بالمناخ المعتدل. أما المناطق الداخلية اللي هي القارية اللي هي البعيدة عن تأثير المسطحات المائية زي المناطق الصحراوية تتميز بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء. التضاريس. تؤثر التضاريس في المناخ من حيث الارتفاع واتجاه الكتل الجبلية. بالنسبة للارتفاع يؤثر الارتفاع في درجة الحرارة، فكلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. ولذلك نجد بعض القمم الجبلية في الوطن العربي تغطيها الثلوج لشدة ارتفاعها، مثل جبال لبنان. اتجاه الكتل الجبلية يؤثر في توزيع كمية المطر، حيث جوانب الجبال المواجهة للبحر بتكون أغزر مطرا من السفوح الداخلية الواقعة في منطقة ظل المطر. ليه؟ بسبب اصطدام الرياح المطرة القادمة من البحر ومحملة ببخار الماء بجوانب الجبال المواجهة للبحر، فيسقط عليها معظم المطر. وعندما تصل هذه الرياح إلى السفوح الداخلية تكون جافة أو شبه جافة. ثانيا، الأقاليم المناخية في الوطن العربي. ربنا سبحانه وتعالى يا أولاد وهب الوطن العربي مناخ متنوع، وهنا يجي لك سؤال: ما النتائج المترتبة على تنوع المناخ في الوطن العربي؟ ترتب على ذلك تنوع النباتات الطبيعية والمحاصيل الزراعية، مما يساعد على تكامل الدول العربية فيما بينها. بدراسة خريطة الوطن العربي يا أولاد نجد أن الأقاليم المناخية في الوطن العربي تتمثل في إقليم مناخ البحر المتوسط، الإقليم الصحراوي، الإقليم المداري. يلا بينا يا أولاد نتعرف على الأقاليم دي بشيء من التفصيل. إقليم مناخ البحر المتوسط. إقليم مناخ البحر المتوسط يوجد في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط. من الدول التي تنتمي بعض أجزائها لهذا الإقليم مصر وليبيا والجزائر والمغرب. يلا بينا كده يا أولاد على خريطة الوطن العربي عشان نعرف موقع إقليم مناخ البحر المتوسط. زي ما احنا شايفين يا أولاد إن إقليم مناخ البحر المتوسط يوجد في الأطراف الشمالية للوطن العربي المطلة على سواحل البحر المتوسط. الخصائص المناخية: في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة، في فصل الشتاء تعتدل درجة الحرارة وتسقط الأمطار. النبات الطبيعي: ينمو في إقليم مناخ البحر المتوسط الغابات المعتدلة، والغابات المعتدلة تنمو فوق المنحدرات الجبلية غزيرة المطر مثل جبال أطلس، مرتفعات بلاد الشام والعراق. من أهم أشجارها البلوط الفليني، الزيتون، الأرز. طبعا شجر الأرز اتخذت دولة لبنان شعارا لها.
كذلك في إقليم مناخ البحر المتوسط تنمو الحشائش المعتدلة الاستبس، ودي تنمو بين إقليم مناخ البحر المتوسط والإقليم الصحراوي، تزدهر شتاء وتجف صيفا، تربى عليها الأغنام والماعز. الإقليم الصحراوي، طبعا يا أولاد الإقليم الصحراوي هو أكبر الأقاليم المناخية مساحة في الوطن العربي، يشغل 80% من مساحة الوطن العربي. الإقليم الصحراوي يا أولاد يمتد بين إقليم مناخ البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوبا. يلا بينا على خريطة الوطن العربي عشان نتعرف على موقع إقليم مناخ الصحراوي. زي ما احنا شايفين يا أولاد إن الإقليم الصحراوي يقع بين إقليم مناخ البحر المتوسط شمالا والإقليم المداري جنوبا، وهو أكبر الأقاليم المناخية مساحة في الوطن العربي. الخصائص المناخية: في فصل الصيف مناخ قاري شديد الحرارة خاصة بالنهار. في فصل الشتاء مناخ قاري شديد البرودة خاصة بالليل. النبات الطبيعي: تختلف الصورة النباتية حسب كمية المطر، حيث تنمو حشائش قصيرة في المناطق قليلة المطر. تنمو نباتات شوكية كالصبار في المناطق نادرة المطر. يعيش بالإقليم حيوانات مثل الزواحف والإبل والغزلان. آخر إقليم عندي يا أولاد في الوطن العربي هو الإقليم المداري، يمتد جنوب الوطن العربي ويتمثل في معظم السودان، جنوب موريتانيا، وسط الصومال، جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. يلا بينا على خريطة الوطن العربي عشان نتعرف على موقع الإقليم المداري. زي ما احنا شايفين ان الإقليم المداري يقع في جنوب الوطن العربي، في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وسط الصومال، معظم مساحة السودان، وجنوب موريتانيا. الخصائص المناخية: في فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة وتسقط الأمطار. في فصل الشتاء تعتدل درجة الحرارة ويسود الجفاف. النبات الطبيعي يتمثل في الغابات المدارية. طبعا الغابات المدارية أولاد أما تشبه الغابات الاستوائية، ولكن تكثر بها أشجار الصمت التي لها أهمية اقتصادية، حيث يستخرج منها الصمغ العربي. كذلك في الإقليم المداري تنمو الحشائش الحارة السافانا، وطبعا حشائش السافانا بتتدرج في الطول من الجنوب إلى الشمال حسب كمية الأمطار. تعتبر حديقة حيوان طبيعية. ليه؟ لأن يوجد بها أنواع متعددة من الحيوانات زي الزراف والأسود والنمور والأفيال. وبكده يا أولاد يكون انتهينا من درس النهاردة. انتظرونا في درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي. كان مع حضراتكم الأستاذ سيد أحمد سيد عبد الله، معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة بني محمد شعراوي الإعدادية، إدارة أبو قرقاس التعليمية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.